معاجل الآن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتحصيل تكاليف حج قرعة الداخلية لعام 2023 ميلادية 1444 هجرية. جميع المستندات المطلوبة للفائزين. إليكم التفاصيل. قبل ما نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكرم أخلاق كبير جدا لو دعمتنا بلايك واشتراك، هيبقى كرم أخلاق كبير جدا من حضرتك. نبدأ الفيديو معنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بحج القرعة لعام 2023 ميلادية. أولا يتقدم المواطن للقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية. أولا جواز سفر دولي لكل فائز وللمرافق إن وجد، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 30/4/2023 الموافق 10 شوال 1444. ويراعى تسليم جواز السفر الدولي بمعرفة الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج، وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات، اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي، عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر، صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، صورة زائد أصل الاطلاع على شهادة التحصين اللي هي QR كود بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 المعتمدة دوليا من وزارة الصحة والسكان كشرط للحصول على التأشيرة، على أن يكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات، أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان أو الجانب السعودي أو وزارة الصحة والسكان المصرية. تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها الموضح بها تفصيليا الحالة الصحية، وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي لا تعوق السفر لأداء فريضة الحج، وما يستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أخرى يطلبها الجانب السعودي وما تقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن. بيّن الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم إن وجدوا ممن هم في سن التجنيد، ويراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر، وتقوم مناطق التجنيد بصرف تصاريح سفر مؤقتة بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد، يقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج عدد 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4 في 6، مع مراعاة الآتي: ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون، طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة، مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة، تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم، الحصول على موافقة من جهة عملهم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة. يلتزم الفائزين بالقرعة المسددين للتكاليف بضرورة اتباع ما يلي: الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة الواجب اتباعها، احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته عن 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، والالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها المملكة العربية السعودية. وكده يكون الفيديو خلص معنا النهاردة. أتمنى أكون فدت حضراتكم حتى لو بمعلومة بسيطة. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكرم أخلاق كبير جدا من حضرتك لو دعمتنا بلايك واشتراك، هيبقى كرم أخلاق كبير جدا من حضرتك. في رعاية الله وأمنه.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.